السلام عليكم. بسوي لكم طريقة الدجاج والرز المندي في الفرن حق الملوح، وانتم تقدروا تسووا في الفرن حق البيت. هنا عندي البهارات: هيل، مسمار، قرفة، كمون، دقن الشيبة، ملح، ليمون ناشف. هنا شوية من الكزبرة، حبة طماط، حبة بصل، ثوم، فلفل حار على حسب الرغبة. هنا عندي 8 كاسة رز، واسوي له 12 كاسة من المي. هنا صفر البيض مع شوية بهارات مشكل، ملح، مرق الدجاج نفس الشكل كذا. طبعا ما عندي ورق زبدة، حبيت ورق من التميز بللته مع المي والقسطير تحت. بنعطيه نفس الطريقة كذا الحين. هنا بنزل الرز في القدر، حبيت البهارات والبصل والطماطم والثوم. طبعا الملح ما هسوي، المي ما هسوي الآن، معلش المي ما هسوي الآن، بنزله بالفرن بعد كذا اسوي الماء. هنا بنقصر الدجاج، حط قصة الدجاج، واهم شيء بخزق من تحت، اخزق الدجاج من تحت علشان يقطر الدجاج فوق الرز، يطلع نكهة المندي. هنا كوني ما عندي الشحم، حبيت له شيء من السمن او من الزيت، وكذا رحنا ننزله في الفرن. نزلت الرز وضفت المي، وهنا بنحرك عشان الملح، وكذا نزلت الدجاج ونغطي عليه مدة ساعتين إلى 3 ساعات إلى 4 ساعات حتى يستوي، لين نطفي الفرن. وما شاء الله تبارك الله بعد 3 ساعات شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا تنسونا الفولو واللايكات، واعطونا رأيكم في الكومنتات، وتابعونا على قناتنا في اليوتيوب، الرابط في البايو، والبرنامج الأصفر الرابط في البايو. تحياتي لكم. شوفوا ما شاء الله يا جماعة، شيء فاخر من الآخر، وتحياتي لكم.